واتمنى ان ما يكونش طالع في الفيديو صوت اي حد بره لانهم بيتكلموا في موضوع مهم، وانا والله قايمه وروقان ومزاج عالي وهتكلم على حاجه بحب، لقيتهم ربنا يسهل يا اما يسكتوا يا اما يمشوا. لو طلع صوت في النص اعملوا نفسكم مش سامعينه وبلاش تركزوا فيه عشان ما تعرفوش تفاصيل المشكله وحياتنا الشخصيه ايه لو سمحتوا. تعالوا بقى نتكلم على اول حاجه. بقول لك ايه، تعالى اقول لك كده على حاجه بيني وبينك. مش لازم كل الحاجه اللي معانا تكون هي الحاجه الغاليه، حتى لو معانا مال قارون، لان في حاجات بتكون غاليه على قلبنا قوي وبنحبها وبيكون ليها معاني، قصه، ذكريات. عشان كده اخترت من عندي مجموعه حاجات غاليه على قلبي جدا وبحبها جدا، وكل حاجه فيهم ليهم قصه وحكايه. فقلت نتكلم مع بعض عنهم شويه كده وعن الحكايات والقصص بتاعتها، واعرفكم على مقتنياتي اللي انا بحبها. ويلا، اول حاجه هنبدا بيها من الاقدم للاحدث. دي كانت اقدم حاجه معايا، اكيد انتوا شفتوني لابساها في فيديوهات كتير. الخرزه دي، شايفين شكلها؟ انا بحب الخرزه دي جدا. قصه الخرزه دي ايه بقى؟ قصتها اول حاجه جبتها وانا في ثانوي. عاوزه اقول لكم ان هي بقى لها سنين كتير جدا، تقدروا بقى تخمنوا كده وتعرفوا ممكن يكون بقى لها قد ايه. وانا في ثانوي كنت بشوف البنات بقى ايه بتلبس سلاسل كده وفيها علقات زي دي، بس مش زي دي بالظبط، يعني الحاجات اللي هي بيبقى شبه اللي هي زي الاحجار، يعني الاحجار الكريمه، بس مش احجار اصليه. بشوف اللي لونها بني، اللي لونها خضراء، اللي لونها زرقاء، فكان شكلهم بيعجبني قوي وكان نفسي ان انا اجيب واحده زيهم. المهم، فانا كنت بحوش من مصروفي عشان اشتري ازازه برفان، وفعلا كان نفسي انا اجيب ازازه البرفان قوي. كانت موضوع الخرزه خلاص يعني مش في دماغي قوي، مش مركزه فيه. وفعلا لما حوشت الفلوس، يمكن تكون اول ازازه برفان اشتريتها ليها معنى شويه. وانا واقفه في المحل لقيت في الفاترينا حاجات سلاسل وخواتم وحاجات زي كده، كنت بتفرج عليها. دي بقى شفتها بس كانت في سلسله عاديه. اول ما شفتها الخرزه كأن حد اصابني بسهم في قلبي كده. حبيت الخرزه جدا، شكلها حلو قوي. يمكن من وجهه نظركم تشوفوها انها في احلى من كده بكتير، لا انا عندي مهما شفت احلى منها بكتير، فانا دي ليها عندي حب خاص. ليه؟ معرفش. الراجل لسه بيعمل لي الازازه فقلت له السلسله اللي بره دي بكام، فقال لي على سعرها. فلما حسبت الفلوس اللي معايا لقيت ان الفلوس اللي معايا مش مكمله. فالراجل لقاني حابه السلسله قوي وزي ما يكون معرفش ملامح الحب ظهرت عليا وانا واقفه، فقال لي خلاص تمام مش مشكله لو عايزاها خديها. قلت له لا، ما هو خلاص بقى ان شاء الله بعدي عليك مره تانية وابقى اجيبها. وقلت خلاص في مره تانية كده وانا راجعه من المدرسه بعدي واجيبها يعني. هو كان ناقص كام؟ كان ناقص ربع جنيه يا جماعه ثمن السلسله. هو الربع جنيه دلوقتي اتلغى وما بقاش موجود، مش عارفه والله، بس انا على فكره محتفظه بالربع جنيه والمخروم كمان والورق، لان انا بحب العملات القديمه احتفظ بيها. ولكن وقتها هو كان ربع جنيه شغال موجود يعني. فقال لي لا خلاص خديها، وفعلا كان مصمم قوي والله. طلعها لي حتى كمان من الباترينا الازاز بتاعتها وقال لي خديها. فرحت جدا اكتر من ازازه البرفان اللي انا اشتريتها. عدى كام يوم وانا كنت في شويه حاجات في المدرسه، اوقات ما كنتش بروح، والمهم عدى فتره كده واتاخرت ان انا ارجع للراجل الربع جنيه. ولما رحت عشان اديهوله لقيت المحل قفل. بعد كده سالت عليه قالوا لا ده هو قفل المحل ومشي. انا قلت يا نهار ابيض، الراجل باع لي السلسله وقفل المحل ومشي. فانا قلت طب الواحد هيعمل ايه دلوقتي؟ ما الراجل ده ليه في ذمتي لحد النهارده الربع جنيه على فكره، وانا هجيبه منين؟ انا ما اعرفوش ولا اعرف عنه اي حاجه. انا طلعته كتير بعد كده، بس في نيتي ان ده الربع جنيه اللي انا خدته من الراجل. وعشان كده السلسله دي غاليه عليا جدا وبحبها جدا. وفي مره او في لا مرتين كنت هتصرف بمنتهى الغباء وافرط فيها، وكل ما افتكر ان انا كنت هفرط فيها في يوم من الايام ابقى زعلانه قوي من غلاوتها عندي قوي، وانها كانت سلسله عاديه وعليقه عاديه جدا ولسه عليا فيها ربع جنيه. ان شاء الله يا رب يكون ربنا قبل اللي انا طلعته. رحت وديتها لبتاع الذهب يعمل لي فيها علقه ذهب عشان يعني ايه احافظ عليها اكتر، واحطها كمان في السلسله بتاعتي دي. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، انا بحبها قد ايه، ربنا يبارك لي فيها والله بحبها جدا فوق ما تتخيلوا. ساعات بس بطلعها افضل ابص عليها كده. تعالوا اوريكم تاني حاجه من الحاجات اللي انا بحبها جدا، وهي الشكمجيه الصغيره جدا دي. برضو دي انا كنت بشوفها عندنا هنا في المكان اللي انا ساكنه فيه، في محلات بتبيع الحاجات الفضه والحاجات اللي هي الاثريه اللي شبه دي. كنت دايما اشوفها بس كنت عيله صغيره، ابقى مغرمه قوي بشكل الحاجه وافضل بس اقف اتنح ابص عليها، بحس فيها بحاجه سحريه، بحس فيها ان انا لو فتحته هيطلع لي معرفش منها ايه. كان خيالي بيشطح لبعيد قوي. ففي مره لما كبرت بقى خارجه انا وصاحبتي وكنا رايحين الحسين، بنتمشى هناك ناحيه الحسين والازهر والحتت اللي انا بحبها جدا دي وخان الخليلي. فطبعا كنا ماشيين هناك بقى ايه تحف حاجات كتير قوي. فطبعا شفت الحاجات دي موجوده، لما لقيت دي حبيتها قوي. بحب قوي الحاجات العتيقه القديمه، الشغل اللي هو زي الارابيسك، لدرجه ان انا ممكن اكون ماشيه في شوارع اشوف الشبابيك القديمه المشربيات وخشب الارابيسك، اقف اتفرج بس على البيت والله العظيم، اقف اتفرج على شكل المبنى، شكل الشباك، طول الحيطه. انا بعشق الحاجات دي. فالحمد لله ان انا جبت دي، رغم ان ايه بقى
هقول لكم رغم ان ايه. شايفين العلبه دي؟ العلبه دي جات لي في يوم من الايام، بصراحه خشبها احسن من خشب دي، تقفيلها برضو احسن من تقفيل ده، ولكن يمكن دي عشان صغيره فكان تقفيلها اي كلام. لا، في حاجات بيبقى تقفيلها محترم قوي، ومن جوه قطيفه. بصوا من جوه قطيفه متبطنه احمر، ودي زي ما قلت لكم بصراحه هي امتن منها، ولكن دي شغل اوروبي. اكيد دي ممكن تكون اغلى، بس قلتولي تحبي انهي الاكتر؟ طبعا دي حتى انا حابه شكل دي اكتر. الشغل اللي فيها فيه فن وفيه اشكال كتير. دي فعلا الخشب بتاعها منحوت، حقيقي هو منحوت، ولكن لا برضو انا حابه التانية اكتر من دي بكتير. تعالوا نشوف تالت حاجه، وهي الساعه دي. شايفين الساعه دي شكلها عامل ازاي؟ ونحكي القصه بتاعت الساعه دي برضه. وقت ما كنت بشتغل بره في مكان يعني، وكنت لسه قابضه، وكنت خارجه انا وصاحبتي نشوف شويه حاجات كده نشتريها، وكنا ماشيين في الشارع ووقفنا قدام محل اكسسوارات. انا ما كانش في نيتي ان انا اجيب ساعه، ولا كنت عايزه ساعه بصراحه، ولكن احنا واقفين بنتفرج على حاجات وشفت الساعه دي. كانوا هما اتنين، اللون اللي هو البينك ده ولون لبني، فانا طبعا اللي عجبتني وحبيتها اكتر اللي هي اللون البينك. وعاوزه اقول لكم ان هي فعلا كان سعرها رخيص جدا، يعني انا خلاص قررت ان انا اشتريها واشتري اللي هي دي. الساعه دي بقى محدش شافها الا لما كانوا يفضلوا يعلقوا لي عليها. فعلا شكلها حلو، شكلها مميز، شكلها انا بحبه جدا. انا لابسه ساعه تانية دلوقتي. قصه الساعه دي مش هي دي كمان القصه بتاعتها. بصوا شكلها، مش هي دي القصه بتاعتها قوي. القصه بتاعتها في ايه بقى اللي خلاني احب الساعه دي اكتر؟ كنت مره راكبه الباص، فانا واقفه، انا خلاص بقول للراجل السواق انا هنزل مثلا في الحته الفلانيه دي، فنزلت على الدرجتين بتوع السلم، ففي حاجه طقت سمعتها كده، فانا برضو حاسه ان الحاجه دي وقعت مني ومش مركزه ايه هي اللي ممكن تكون. انا فضلت ابص يمين وشمال بس مش عارفه، ونزلت على السلم، نزلت خلاص والراجل هيقفل الباب، بيدوس على الزرار والباب هيتقفل. قبل ما الباب يتقفل لقيت واحد بيقول ايه الساعه يا جماعه اللي وقعت دي بتاعت مين؟ فانا قلت له استنى. قلت له ايوه الساعه بتاعتي. المهم خدتها ومشيت، مسكت الساعه قلت يا نهار ابيض الحمد لله يا رب. ساعتها قلت يا نهار ابيض الساعه كانت هتروح ومش عارف ايه، وانا بحب شكل الساعه دي جدا. وحمدت ربنا ان انا لقيت الساعه، او ان انا يعني الموقف ذات نفسه الحمد لله ان الراجل اتكلم وصوته كان عالي، وخلاص الباب بيقفل وهيمشي ومش هعرف اجيبها تاني. وخدت الساعه وكنت مبسوطه وفرحانه قوي ان الساعه بقت معايا. تخيلوا ان نفس الموقف بالظبط حصل مره تانية، بس بعدها بفتره. نفس الموقف بالظبط، كنت برضو راكبه باص، بس الدنيا كانت زحمه بقى، وانا خلاص نازله برضو في نفس الحكايه، والساعه وقعت مني على درج السلم. فبرضو نفس الموقف والله العظيم. لقيت واحد وطى جاب الساعه، ومتزنق الدنيا زحمه، معرفش هو وطى جاب الساعه ازاي. فبعد كده ايه، فقال ايه يا جماعه في ساعه واقعه. هو اول ما قال في كلمه في ساعه واقعه بصيت في ايدي على طول، قلت له فين الساعه؟ قال لي هي. قلت له قال لي خلاص خدي الساعه. ايوه طيب ماشي شكرا. وخدتها ونزلت. اول ما نزلت قمت ماسكه الساعه وحطيتها في الشنطه، قلت الحمد لله ما انت كريم يا رب، الساعه دي باذن الله مش هتضيع، وربنا يحفظها، ربنا يبارك لي فيها يا رب. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، ما يحسد المال الا اصحابه يا جماعه، عشان ربنا يحفظ لي الحاجه اللي انا بحبها. قلت لا ده انا لازم اروح اوديها لساعتي بقى يظبط لي القفل ده. قلت له لو سمحت، رحت لواحد قلت له غير لي القفل ما ينفعش يتغير. قلت له المهم سبتها له فعلا، وثبت لي عليها سنه، حاسه ان ما فيش فرق قوي، بس ايه بقيت اخاف البسها، بقيت اخاف اخرج بيها، وبقيت البسها على حاجات مهمه ومميزه قوي، وببقى حريصه طول ما انا ماشيه افضل ماسكه الساعه وحاطه ايدي عليها كده. اختي بقى كانت خارجه من قريب وهتطقم كده وتلبس حاجه، وعايزه حاجه لونها بينك تلبسها في ايدها، والساعه هي فضي وفيها البينك دي، فقالت لي عليها. قلت لها لا. قالت لي هتسعي شيء. صدقيني خدي اي حاجه تانية انت عايزاها، الساعه دي بالذات لا. وانت عارفه ليه؟ الساعه دي انا بحطها جوه عيني. فدي كانت قصه الساعه قطعه الجبنه النستون دي. تعالوا نشوف مش الحاجه اللي بعدها، القصه اللي بعدها. شنطه الما بي من LV. زي ما انتم شايفين الشنطه. هل الشنطه دي الاصلي؟ لا طبعا مش الاصلي. الاصلي بالافات الدولارات يا جماعه، فانا مش هجيب شنطه بالافات الدولارات بصراحه، الا لو بقيت مليونيره. ولو بقيت مليونيره مش من النوع العبيط او اللهبل اللي يفرض فلوسه كلها في اكسسوارات وشنط وميك اب، ولكن انا ممكن مره اخرج عن المألوف واخرج عن التقليدي واجيب حاجه غاليه جدا، يعني غاليه جدا بالافات الدولارات، ده لو انا بقيت مليونيره عشان نبقى واضحين بس في الكلام. المهم قصه الشنطه دي معايا ايه؟ ان انا بتفرج على فيديو عادي جدا بتاع واتس ان ماي باج، وشفت الشنطه دي. انا شفت الشنطه حبيتها قوي، اللي كانت مع البنت حبيتها بجد، عجبتني. فانا عيني كله في الفيديو على الشنطه، مش على الحاجه اللي هي بتعملها. لا اول حاجه كانت حلوه والله وجميله، بس فعلا انا من ساعه ما شفت الشنطه وانا حباها قوي. وطبعا لما عرفت ان هي اصلي وغاليه جدا، فقلت خلاص تمام بقى، يعني خلاص هي حلوه شكلها حلو عجبني وخلصت القصه على كده. مره في نازله بشتري شويه حاجات، وكنت في محل
معديه على محل يعني وشفت الشنطه دي عند الراجل، انا اروح واجي لا هي مش ممكن تكون الاصلي، وانا ما شفتش زيها خالص موجوده، والمحل اللي انا فيه اكيد ما بيبيعش براندات ولا اي حاجه. المهم اروح اواجه على الشنطه، يا جماعه هي الشنطه والله. المهم رحت وقلت للراجل يطلعها امسكها اشوفها، سالته بكام، وكانت الصدمه وكانت المفاجاه، لقيت الراجل بيقول لي على ثمن اقل من ربع الثمن الحقيقي، واقل من ربع بكتير كمان. فانا قلت ايه يا نهار ابيض، الشنطه اللي انا نفسي فيها يا ربي هي بالظبط. قلت لا ان شاء الله يعني الشنطه دي هجيبها، وجبت الشنطه. ايه الفرق بينها وبين التقليد؟ مفيش اي فرق، لا هو في فرق بسيط، ان هنا اللوجو بتاع LV هو طبعا مش موجود على الشنطه التانية. الشنطه التانية بيحطوا كده زي ان الجلد بيتعمل عليه حروفهم او حاجه زي كده، هو ده الفرق. بس انا اللوجو ما ضايقنيش، حسيت ان هو شكله مش وحش. والحاجه التانية هم جودوا شويه، ما كانش لازم يجودوا في الموضوع ده بصراحه. وهي ان هو من ورا حته الجلد دي على انها تبقى جيب يعني، وفي نفس الوقت معاها برضو عشان هي تتلبس لو هتلبس كروس. انا حبيت الشنطه دي قوي، الحزام بتاعها اللي بيتركب ده ساعات لما بحس ان محتاجاه بركبه، وساعات بمسكها في ايدي كده. المهم لما بمسك الشنطه دي بحس ان انا في منتهى الاناقه والفخامه والشياكه، وببقى ماشيه عامله كده، واخدين بالكم انتوا؟ وهي مش البراند الاصلي ولا اي حاجه، وفيها فروق بس الفروق مش فظيعه. بصوا التبصيم بتاعها من جوه، متبطنه من جوه بالقطيفه، حلوه جدا. لحظه واحده هحاول اوريكم الخامه بتاعتها. بصوا الخامه بتاعت الجلد، بصوا شكل الجلد عامل ازاي. والله فعلا يمكن اكتر شنطه مسكتها حسيت ان الخامه بتاعتها فعلا محترمه، فعلا حلوه. الايد بتاعتها ما شاء الله متينه وكويسه. فرحت قوي لما شفتها، اتحطت عندي في قائمه الحاجات اللي انا بحبها وغاليه على قلبي. لما حصل بقى موضوع امريكا والصين خلاني فخوره بنفسي، خلاني فرحانه بنفسي بجد والله، ان انا واحده مش مهتميه بموضوع البراندات والحاجات الغاليه اللي ادفع فيها دم قلبي. وهو مش استثمار يعني، انا ما بروحش استثمر في بيت، ما بروحش اشتري عربيه، ما بروحش اشتري حاجه ليها قيمه، ذهب، الماظ، اي حاجه ادفع فيها فلوس كتير وانا عارفه ان انا لو احتجتها في يوم من الايام هقدر اتصرف فيها وتجيب لي فلوس. يعني ما بستثمرش. طبعا انتوا عارفين فضيحه امريكا والصين اللي حصلت، يعني امريكا اللي اتفضحت بسبب الصين في موضوع البراندات بالذات. انا هعمل على الموضوع ده والله شورت فيديو هبقى انزله ان شاء الله. فحلو قوي ان انا جبت الحاجه اللي نفسي فيها وحباها. والتقليد مش مهم انها تقليد، الحاجه فعلا الحقيقي اللي انا نفسي اجيبها، ونفسي اجيبها الحاجه الاصلي بجد، وهو من البراند بتاع شانيل. حقيقي انا نفسي اجيب حاجه من شانيل، ونفسي اكتر انها تجيلي هديه. تجيلي هديه ازاي وده هيحصل ازاي انا ما اعرفش، بس هو ده نفسي. وده خدني الفكره، ايه رايكم بما ان احنا بنتكلم هنا في القناه برضو عن الفاشن والتنسيقات، وحابه جدا كوكو شانيل، حابه قصه كوكو شانيل نفسي اتكلم عنها. فايه رايكم ان احنا نعمل فيديو ندمج ما بين التنسيقات والفاشن والحاجات دي وما بين براند عالمي نتكلم عن القصه بتاعته زي القصص اللي موجوده معانا النهارده. بقولوا لي اكتر حكايه، مش اكتر حاجه عجبتكم، لا اكتر حكايه عجبتكم من الحاجات اللي كانت موجوده معايا. عرفتوا بقى ان كل حاجه معانا مش لازم تكون الحاجه الغاليه والاصلي والبراند عشان تدخل على قلبنا السعاده. اوقات كتير اقسم بالله السعاده فعلا بتكون في ابسط الاشياء وامتلاكها. وعشان توصلوا بقى للمرحله دي، وهي انك تحب اللي معاك مش اللي مع غيرك، تتمنى اللي ليك ويبسطك مش اللي خده غيرك، وانك تكون ممتن لابسط الاشياء اللي انت بتملكها وتقدر تجيبها وما تتحسرش على اللي مش معاك واللي في ايد غيرك. وخليكوا فاكرين ومتأكدين وعارفين ان كل حاجة بتتمنوها عند ربنا، فاطلبوا بس من ربنا. وسلامنا ختامنا.